السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مرحبا بكم. لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إقالة الحسين عموتة من تدريب نادي الجزيرة الإماراتي على الأبواب كانت بداية المدرب المغربي حسين عموتة مع نادي الجزيرة الإماراتي. جاءت مخيبة للأمل، حيث لم يتمكن من تحقيق الأداء المتوقع من بعد قيادته للفريق في 4 مباريات رسمية، على الرغم من فوزه في مباراتين وخسارته لمثلهما، إلا أن المستوى العام للفريق لم يكن مرضيا، مما وضع مستقبله مع النادي في خطر. أثار التعاقد مع موتا الجدل منذ البداية، خاصة بعد قرار مغادرة منتخب الأردن رغم النجاح الذي حققه معه، بما في ذلك الوصول إلى نهائي كأس آسيا وتحقيق نتائج إيجابية في تصفية كأس العالم 2026. هذا القرار جاء بعدما تلقاه عرضا مغريا من نادي الجزيرة الذي كان يطمح لإعادته إلى مسار الانتصارات. وفاز عموتة في أولى مبارياته مع الجزيرة على البطحاء 1-3 في ذهاب تمهيدي كأس مصر في أبو ظبي الإسلامي، إلا أنه خسر في الإياب 2-1 مع أثار انتقادات حول الأداء المتواضع للفريق. وفي الدوري تعرض لخسارة أمام بنياس 2-0 في الجولة الأولى، قبل أن يفوز الجولة الثانية على العروبة ليحتل المركز الثامن في جدول الترتيب الإماراتي. وصلنا إلى نهاية الفيديو، لحلقة قادمة إن شاء الله.